السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في خط اليم الإماري والحمى العصافير. النهاردة إن شاء الله طلعت لقيت حاجة حلوة. كنت حاطط قش امبارح، لقيتهم مرتبينه بردك، ولقيتها بيضة بيضة ما شاء الله. الجوز اللي كان معافر معايا ومش عايز يبيض، عمال اغير له نتاية، عمال اغير له ذكر، عمال اغير له لحد ما الاتنين دول خلاص استريحوا مع بعض ما شاء الله. وما قلت لكم كان بيكسر على النتاية ادام ظهرها منعكش اهو من على جناحاتها. الحمد لله ربنا كرمنا وبيضت اول بيضة اهي. طبعا فركشوا القش خالص وبينظموه، طبعا هسيبهم براحتهم. ده الجوز كده اول مرة يبيض عندي. طبعا مش هقلق فيه او اظبط له او اي حاجة. انا حطيت له طبعا القش لوحده. ما شاء الله بيض البيضة الاولى اهي، والنتاية طبعا عليها البيضة التانية زي ما احنا عارفين اهو. جسمها بيبقى مليان وديلها بيبقى قابب من ورا وجناحاتها بتبقى مدلدلة. ده طبعا النتاية على اليمين والذكر على الشمال اهو. ما شاء الله تبارك الله. ودول طبعا حطيت لهم شوية قش عشان كان وقعوا القش كله، طبعا رتبوه اهو، بس لسه عشان لسه طبعا حطيت لهم الخلفة. طبعا قاموا من على ايه، على البيض. ما شاء الله. تعالى نشوف الجوز اللي احنا كنا مصورينه امبارح، كان لسه ما طلعش. انا كنت وريتكم البيض ادي ما شاء الله طلع الزغلولين اهو. عمر يوم اهم يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. حاجه الله اكبر عليها. وادي قشرة البيضة اهي، لسه القشرة مرمية في الاكل اهي. ما شاء الله تبارك الله. ادي اول جوز اهو لسه طالعين اهو النهارده. ادي القشرة بتاعتهم اهي كمان اهي، كانت في المية ولسه راميها اهي. طبعا زي ما احنا عارفين تطلع نرمي قشرة البيضة على طول، نرميها عشان الحشرات طبعا ما تلمش على قشرة البيضة والزغال اللي جواها وكده. فاحنا يا اما نرميها يا اما نفركها لو ناشفة على الاكل. طبعا مفيد جدا كالسيوم لليمام. وطبعا نسيب الزغاليل ادام اطمنا عليهم، نسيبهم ونشوف نجيب لهم الاكل بتاعهم. مفيش اي مشاكل فيه، مفيش اي حاجة مثلا معاقة ليهم. اللي احنا ايه نسيبهم بالزغاليل كله كده بيبقى ايه تمام. ونرجع للجوز ده. ده طبعا طمنا عليه والبيض ما شاء الله تمام. وهنسيبهم بردك لحد ما ايه يطلعوا. نرميلهم بردك شوية قش. طول ما هما بايضين يا جماعة، عايز ترميلهم قش في أي وقت، أي حاجة ترميلهم قش فيه طالما هما بايضين هيلموه هيظبطوه هيسووه، مفيش أي مشكلة فيه. وبرضك لما يجوا يطلعوا في أوائل هما الزغاليل صغيرة كده بتلاقيهم بيلموا قش. أول ما الزغاليل بقى تكبر ما بيلموش القش، بحيث ان هما ايه خلاص كبروا. واول ما يبتدوا يحضروا تاني بيبتدوا ايه يلموا القش. ودول ما شاء الله تبارك الله اهو لسه بينظموا العش بتاعهم. وادي البيضة اهي اول بيضة. ادي نجاح اليمام يا جماعة. انا بعمل ايه برضك فكرة كويسة، اللي انا حاطط مجموعة شغال ذكورة ونوتي. حد عمل معايا اعاقة، حد ما اشتغلش، حد اخر بيض، حد ما بطش، حد مش عارف ايه، احط النتاية هنا واخد نتاية تانية اجربها، احط الدكر هنا واخد الدكر مثلا كده اجربها. بحيث اللي هما ايه الاتنين يولفوا على بعض ويكون عندي احتياطي او استبن يمام. بحيث ان انا ابدل مثلا ما اعطلش نفسي. الدكر ده طلع رايق، الدكر ده طار، الدكر النتاية دي ماتت، ان الجوز ده ما اشتغلش، افصل دول عن دول، اشغل دول. لازم يكون في بديل بحيث ان انا ايه اشغلهم كده مع بعضهم ولا انتاج معاهم على طول. يبتدوا برضك ينظموا ويبتدوا يرتبوا، مفيش اي مشاكل فيهم خالص. طبعا الجوز ده اللي بصراحة فرحني النهاردة، اللي هو كنت اخر فيديو كمان كنت بقول احنا عايزين نغيره او نفصل الدخل من النتاية او النتاية من الدخل، بس الحمد لله لقيته النهاردة بيض اهو اول بيضة. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. نجحنا في الجوز الشغال ده. كان معذبني بصراحة، يمكن مصورج 10 15 فيديو عليه وهو كان لسه عمال اجوز فيه واعمل فيه. بس الحمد لله الفيديو ده ايه اول بيضة ليه اهو. اوريها لكم. ادي اول بيضة، والبيضة كويسة وحجمها كويس ما شاء الله تبارك الله. وادي اول بيضة. ان شاء الله برضك خلال النهاردة او بكرة بالكتير هتلاقي البيضة التانية برضك ونصورها ونشوفها مع بعض. الجوز ده برضك على وشك
اللي هي تفقس. خلاص البيض غمق اهو ما شاء الله تبارك الله برضك. ما شاء الله يعني خلال يومين بالكتير ان شاء الله تلاقي ايه طلعت. طبعا الجو ابتدى يتعدل وما تقلقوش على اليمام. اهم حاجه الميه والاكل بحيث ان هو ما يضعفش ما يتشقفش. طالما بياكل زودوا له الاكل زي كده يا جماعه. ادي الزغلولين اهو كلوا اكلوهم. وادي ايه الاكل قدامهم وفير اهو. طبعا كلفة الحمام ما نسيبهاش على حاجه واحده اهو. بصوا يا جماعه الاكل قدامهم متوفر ازاي. بياكلوا بيشبعوا بنطوروا الاكل كمان اهو. طبعا كلفة الحمام هي الحاجة الوحيدة اللي هي بتستر مع اليمام في صحته وفي شغله. وطبعا يا جماعة اللي عنده طبعا بعيد وزيد اللي عنده حاجة بتروق أو مؤخرين في البيض يجرب سينيليوم بيطري من عند أي صيدلية بيطرية أو مثلا حد بيبيع دواء بيطري يشتري من عنده سينيليوم. أي حاجة متأخرة دي بتزود الخصوبة للذكر وبتزود الخصوبة للأنثى. بتظبط عنقود البيض بسرعة. وللذكر لو بيروق البيض أو مثلا ما يزوفش كتير دي برضك بتقوي الذكر تخليه يزوف كتير وتخليه يشتغل تخلي النتاية برضك تجاوب معاه على طول بحيث ان هم ايه يشتغلوا على طول. بس السينيليوم ده يا جماعة ما بيتاخدش غير للجوز الشغال. لا بيتاخد طبعا لا زغاليل بتاخده ولا شباب ولا على وش شغل. لازم جوز شغال اهو. ما شاء الله هي لمت قشها وبدأت ايه تحضن البيضة اهو. وادي النتاية اهي بدأت ترقد على البيضة اهي. مش شرط يا جماعة طبعا زي ما احنا متعودين ترقد او ما ترقدش مفيش اي مشكلة. المهم اول ما تبيض البيضة التانية لازم ايه ترقد عليها. طبعا المنظر حلو ما تلاقي ما شاء الله عندك كام جوز شغال. كل جوز كده راقد على العش بتاعه. وتلاقي بيض هنا وتلاقي اللي مطلع هنا وتلاقي مثلا ما شاء الله اللي عندها زغلول كبار اللي عندها زغلول صغيرين. الحاجات دي كلها طبعا بتفرح جدا وتلاقيك انت ناجح في المشروع بتاعك اللي انت عامله. اذا كنت عامله تجارة عامله مثلا هواية عامله مثلا بتحب ان انت تربي مثلا وتبيع. الحاجات دي كلها برضك ايه جميلة جدا لما تربي اكتر من 10 تجواز كده. واللي انا بفضله طبعا كل جوز في العين بتاعته بحيث ان انا اقدر ألم مشتملات. وإذا كان مثلا الجوز ده مثلا في حاجة أقدر أعالجه بيها. يعني الجماعي لو في حاجة مصابة طبعا بيزودها إصابة. إذا كان في طاقم المية البراز بتاعهم يدوس عليه يعدي. لكن الجوز المحكوم محكوم برضه أقدر إيه أتصرف فيه. أعرف الذكر أعرف من النتاية أبدل حاجة أعمل حاجة كده مبقاش فيه أي مشكلة. طبعا في اي حد عنده اي سؤال في اي حاجة اكتبوا لي في تعليق وان شاء الله ايه نظبط مع بعضينا ونرد. احتجتوا رقم الواتس مفيش اي مشكلة. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لو كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم.